في حكام ظهروا على الساحة فجأة، لكن قليل جدا اللي يسرق جثة أعظم قائد في التاريخ ويحولها لمفتاح يبني بيه دولة. النهاردة هحكي لك حكاية بطليموس، الجندي اللي بدأ بسيط في جيش الإسكندر وانتهى بيه المطاف مؤسس لإمبراطورية حكمت مصر 300 سنة. أنا هشام ربيع، ودي سلسلة جديدة بنرجع فيها للتاريخ اللي محدش حكاه بالطريقة دي قبل كده. لو جاهز خلينا نبدأ. بطليموس ما كانش ملك ولا حتى امير، ده كان جندي عادي جدا من مملكة اسمها مقدونيا. دخل جيش الاسكندر وهو صغير وفضل يترقى واحدة بواحدة لحد ما بقى واحد من اقرب الناس للاسكندر نفسه. كانوا بيقولوا عليه الصندوق الاسود لحياة الاسكندر. لما الاسكندر مات فجأة في بابل، الدنيا كلها اتشقلبت. مين هياخد الجثة؟ مين يورث المجد؟ مين يحكم ايه؟ بطليموس قرر ياخد مصر، بس ما اكتفاش بكده، راح سرق جثة الاسكندر وهي في طريقها لدفنها في مقدونيا وخدها على مصر ودفنها هناك. طب ليه عمل كده؟ عشان يثبت ان هو الوريث الحقيقي لأسطورة الاسكندر. وفعلا الناس بدأت تشوفه مش بس والي على مصر، ده حاكم بحق مقدس. بطليموس بدأ يحكم مصر كأنه فرعون، لبس زيه ومقدم قرابين للآلهة، لكنه في نفس الوقت احتفظ بهويته اليونانية. عمل نظام إداري ذكي جدا، بدأ يبني معابد ويعمل مشاريع ضخمة، وأسس مكتبة الإسكندرية، أكبر مشروع ثقافي في العالم وقتها. طب إيه هو هدفه في الوقت ده؟ كان هدفه يسيطر على العقول مش بس على الأرض. بطليموس حكم مصر حوالي 40 سنة، وقرر يتنازل عن الحكم لابنه بطليموس الثاني وهو لسه عايش، حاجة نادرة وقتها. عايز يسيب الدولة مستقرة ويكمل ابنه المشوار. وبالفعل الإمبراطورية كملت، لكن أسرارها ما خلصتش. بطليموس الأول لعبها بذكاء خارق، سرق جثة، خد دولة وسيطر على التاريخ. لكن ابنه بطليموس الثاني هو اللي هيخلي العالم كله يتكلم عن مصر البطلمية، مش بس بالقوة لكن بالعلم والفكر والمكتبة اللي حيرت العالم لحد النهاردة. لو عجبتك الحكاية ما تنساش تشترك في القناة واستنى الفيديو الجاي، لأن اللي عمله بطليموس الثاني ممكن يغير نظرتك للتاريخ كله.